لم يكن الإصلاح إلا تعبيرا خالصا عن اليمن وعن اليمين أو عن اليمنيين وعن همومهم. وحتى خصومنا من قبل كانوا يطلقوا علينا أن احنا حزب بين قوسين وهابي، تنازل عن حصته في مجلس الرئاسة وفي الحكومة. تجمع اليمين الإصلاح أعاد الاعتبار لكل هذه المعاني وساهم بشكل كبير ورئيسي في إثراء الحياة السياسية والديمقراطية. أين نجحتم وأين أخفقتم في هذه التجربة؟ نحن نبحث اليوم عن جسور وطنية وجمهورية للوصول للخلاص مما نحن عليه. التجمع اليمني للإصلاح هو ثمرة للوحدة وثمرة للحرية والديمقراطية. وأتذكر جميعا لا يوجد يمني لم يقتطع من مصروفه الشخصي لفلسطيني. هل تتخيل أن ميليشيات لمدة 10 سنوات لم تدفع فلس واحد مرتب لهذا المجتمع أنها تنصر المظلوم في غزة؟